يعد ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأمة لن تهلك ولو اجتمع عليها، كما بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يا سلام. تخيل، وادي بشارة للمسلمين. مهم. لكن يبقى الثالثة، دول نقطتين. النقطة الثالثة الثالثة خطيرة جدا. الرسول صلى الله لم عليه وسلم يعطاها رسول الله. لم يعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديد فمنعنيها. هي ديت المشكلة. ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربنا إن يا رب ما تخليش الصراع يحصل بينهم. قالوا لا، هي دي مش هتحصل، سيظل الصراع بينهم. يمكن هذا يذكرني بقصة الجمل الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يحدث رسول الله بحديث لا يفهمه الجالسون، وأخذ يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فقال: لقد دعا الجمل الله لي قائلا: جزاك الله عني يا نبي الإسلام وعن الإسلام خيرا، فقلت آمين. ثم قال: ولجعل الله بأسهم بينهم في الآخر خالص، ونصر الله أمتك يوم القيامة كما نصرتني، فقلت آمين. ولا جعل الله بأسهم بينهم فبكيت. وده الأمر الثالث: لأني أعلم أن بأس هذه الأمة سيكون بينها شديد، نزاع وفرقة وخلاف، وكما قلت في البداية خالص: والمسلمون مقسمون تنالهم أيدي العصاة بذلة وهوان. ويمكن قال صلى الله عليه وسلم مقولته الشهيرة: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. نعم. كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة. هو بيرجعنا في آخر الحديث ده لما حط ايديه صلى الله عليه وسلم على موطن الداء وقال: الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. يعني الداء المشكلة. ده في نهاية الحديث. نهاية الحديث. قالوا يعني وهذا الذي يظل الصراع عليه دائما بين المسلمين. أسمحك نقول الحديث يعني كاملا. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في يوم من الأيام قاعد مع الصحابة برضو، وقال لهم معلومة فزع منها الصحابة، ارتعبوا. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأمم في الأرض هتيجي تاكل منكم زي ما أنتم بتاكلوا في طبق، زي دلوقتي بالظبط. الموقف اللي احنا بنشوفه في الأمة الإسلامية الآن، العالم، أمريكا لما راحت تحتل العراق دعت الأمم الأرض عشان ياكلوا معاها في أرض العراق وأرض أفغانستان، فجاءت لم نسمع عنها في التاريخ. نيكاراغوا جاية تاكل في الدومينيكان، جاية تاكل في أرض الأمة الإسلام. مين الدول ديت؟ لا وزن لها في تاريخ الدنيا، ولكنها جاية تأكل في أمة الإسلام. تداعى. وده شيء غريب فعلا. الأمة الكافرة أو الملحدة أو النصرانية أو اليهودية حسب مراحل التاريخ المختلفة تدعو غيرها. التتار لما جم يحاربوا المسلمين، الجناح الأيمن بتاع التتار كان النصارى الأرمن. دولة أرمينية محاربة الإسلام ما صدقت لا التتار جايين، دخلوا في الجيش التتري. ميمنة الجيش التتري كانوا الأرمن في حرب المسلمين. فالتعاون ده احنا شايفينه. يا رسول الله بيصور لنا هذا الموقف. فقالوا: أو من قلة. فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. لازم يكون عددنا قليل عشان نفهم. قال لا. فاجئهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، عددها إلى مليار وتلت مليار. أكثر من 1000 مليون مسلم. 1000 مليون، خمس العالم مسلمين دلوقتي. بالظبط. فقال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارف الغثاء ده؟ هذا الحديث في سنن أبي داود على فكرة. الرغوة. وشرح عون المعبود في شرح سنن أبي داود، الشارح بيقول في شرح هذا الحديث كلمة غريبة جدا وجعتني قوي قوي، لكن أنا هقولها عشان هي موجودة في الكتب التوثيقية بتاعت شرح الحديث. يقول: الغثاء هو الوسخ الذي يطفو على السيل، إذا شرق السيل شرق، وإذا غرب السيل غرب، يعني ليست له إرادة. فالوسخ ده موجود، يعني قمامة، أعشاب، تمام. يعني فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم. العدو ما يبقاش همه الأعداد. ويلقي الوهن في قلوبكم. الله في قلوبكم الوهن. قالوا: والوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. بهذه الكلمات دكتور راغب أختم هذه الحلقة. ويعني عندما قال صلى الله عليه وسلم في نهاية حديثه: ينزع الله الرعب من قلوب أعدائكم ويلقي الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. مشاهدينا الكرام، أشكركم في نهاية هذه الحلقة، ولنا غدا لقاء ونقطة أخرى ونقطة صدام مع الدكتور راغب السرجاني. تلتقونا غدا إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.